يسعد أوقاتكم يا رب. أول شي سامحوني على صوتي لأني مرضانة إلي 3-4 أيام مقربة. تاني شي كل عام وأنتم بألف خير لأنه العيد قرب يجي. رح جهز معكم أطيب وألذ طريقة للمعمول بحشوات مختلفة، والعجينة رح تكون طرية وعم تهرت هرت، والرسمة محفورة حفر. إذا أول مرة بتشوفوني اشتركوا بقناتي وعملوا لي لايك. استخدمت كيلو من الطحين، طحين عادي متعدد الاستعمالات، وضفت له نص كيلو من السمنة. فيكن تستخدموا نباتي وحيواني سوا أو حيواني لحال. وبهالمرحلة فيكن تعجنوا عادي، عجنتها كتير منيح لصارت طرية وناعمة، وتركتها ترتاح ساعتين بالبراد. شوف الدنيا عم تشتي ما شاء الله، وعلى الحظ كنت غاسلة السجاد، الجو عنا كتير ماطر كان. الله يبعث الخير. وهون رح جهز الحشوات. 200 غرام من الفستق الحلبي، هذا الفستق كتير ظريف بيستخدموه للبوظة، و300 غرام من الجوز، و500 غرام يعني نص كيلو من العجوة. ضفت لها ملعقة صغيرة من الهيل المطحون وملعقة صغيرة من السمنة، ودعكتهم مع بعض وشكلتهم لدوائر. فرمت الفستق الحلبي والجوز، بعدين ضفت للجوز ملعقة كبيرة من السكر المطحون وملعقتين كبار من القطر السميك، دعكتهم مع بعض وضفت لهم ملعقة من السمنة. بعدين شكلتهم بهذا الشكل، بدي اياهم مطاولين طول. ونفس القصة للفستق الحلبي، ملعقة من السكر وملعقة ونص من القطر وملعقة صغيرة من السمنة وشوية ماء زهر. وعملت كمان حشوة بالنعنرج، ضفت لها ملعقة من السمنة وشكلتها لدوائر. كتير بحب النعنرج بالمعمول. وهون كاستين من جوز الهند، ضفت لهم ملعقتين كبار من القطر ودعكتهم مع بعض، وضفت لهم ملعقة صغيرة من السمنة وشكلتهم لدوائر. يمكن تحسوا الحشوات كتيرة لأني عملت كيليين، كيلو بحليب وكيلو بمي عادية، ورجعت احتجت حشوات إضافية. لينت العجينة بعد ما طلعتها من البراد، وهون استخدمت كاس من المي يعني 200 غرام، ونص كاس من السكر، و3 ملاعق كبار من الحليب البودرة. فيكن ما تحطوا حليب، بس أنا لقيته بيعطي لون حلو للمعمول. والمي حصراً لازم تكون باردة. فيكن مي عادية وتذوبوا السكر والحليب، بعدين تحطوها بالبراد لتبرد مزبوط. ضرورية هالخطوة، بدنا العجينة تكون باردة والمي تكون باردة. وضفت لهم 3 ملاعق كبار من القطر السميك، نفسه اللي حطيت منه على الحشوات. وبعد ما دعكت العجينة وطريتها، حطيت فوق الحليب مع السكر. وبهي المرحلة ممنوع تعجنوه، لازم تقلبوها تقليب. بس تعجنوها بتصير مثل العجينة، وما بقى تصير معمول يهرت، بتروح منه الهرتة. وبتضلوا تقلبوا فيه لحتى تمتص العجينة كل كمية الحليب. رح ترتخي معكن بس لا تاكلوا هم، ترجع بتشد. بعدين تركتها بالبراد ترتاح نص ساعة، وبس تبلشوا شغل فيها بتاخدوا قسم منها وبترجعوا الباقي للبراد. ضروري تضلها باردة. رشيت رشة من الطحين ودعكتها لحتى شكلها. شوفوا ما شاء الله العجينة ناجحة وما عم بتشقق. قطعتها، عملتها لدوائر وحشيتها كأنكن عم تعملوا كبة، وبتراعوا يكون حجمها مناسب لحجم القالب اللي عندكم. رشيت رشة من الطحين الفقش مشان ما يلزق معي المعمول بالقالب. فيكن تحطوا طحين عادي بيكون أفضل، لأنه حسيت طحين الفقش علق معي آخر شي على قرص المعمول، فاضطريت نفضه بالفرشاية. وهدول تبعوت الجوز، وهدول تبعوت النعنرج وجوز الهند كمان كله بنفس الطريقة. ورح حطهم بالبراد لحتى يبردوا مزبوط. لازم يكونوا باردين قبل ما أحطهم بالقوالب مشان ما يلزقوا بالقالب وتنتزع الرسمة. وهيك خلصت الكميات كلها. عملت كيليين على يومين، هيك ريحت حالي وتركتهم يبردوا بالبراد. استخدمت قوالب خشب تيجي رسمتها وحفرتها أزبط بكتير من قوالب البلاستيك، بنصحكن فيها. عملت تبع الجوز وهدول تبع الفستق الحلبي، كل وحدة إلها شكل معين.
عملت تبع العجوة والنانرج وحتى جوز الهند بنفس القالب. حبيت رسمته وعم تزبط معي الرسمة أكتر بهذا القالب. جربت قوالب غيره خشب ما زبطت النقشة مزبوط. وطبعا بتشغلوا الفرن من فوق ليحمى مزبوط، بتدخلوهم على الفرن شغلة 3-4 دقايق من فوق و5 دقايق تقريبا من تحت، وهي النتيجة النهائية. لا تطولوا عليهم وراقبوهم كتير منيح. شوفوا ما شاء الله لونهم كتير حلو والرسمة ناجحة. بتنفضوا عنهم الطحين الزايد. هي تبع النانرج عم تهرت هرت. طعمتهم كانت بتشهي كتير طيبة، غير انه شكلهم بجنن. وهي تبع الفستق الحلبي، شوفوا من جوا كيف الحشوة تمام. هلأ اللي فوق بحليب واللي تحت بمي عادية. لاحظوا تبع الحليب لونها أحلى. هي بعجوة وهديك بنانرج، بس الطعمة ما فرقت كتير. شوفوا الحشوة كيف ممتازة كانت. وهدول تبعوت الجوز كمان حبيت افتح لكم ياهن لورجيكم من جوا كيف. شوفوا ما شاء الله. كمان في صينية تانية شي نقرشنا منه، شي وزعت للجيران. ما ورجيتكم كل الكمية، عملت كمية أكبر من هيك. وشكرا من القلب لكل حدا تابع الفيديو معي للآخر.